هو موت ايه ده اللي الناس بترجع منه؟ خلال الحلقة الأولى من مسلسل المداح الجزء الخامس أشارت لحاجة مرعبة جدا، وهي إن جيش المسيح الدجال موجود وسطنا من زمان جدا، وبيهيئ الأرض لظهور أعظم فتنة على وجه الأرض. الموضوع بدأ من سنة 1920 لما بدأ يظهر الملك الأحمر وست الحسن اللي هم فريق الدجال. بالنسبة للملك الأحمر فهو واحد من كبار ملوك الجن اللي بيقدروا يأثروا على العالم البشري. ست الحسن بقى فهي اكبر بنات ابليس. المرعب اكتر بقى ان من قوة الملك الاحمر وست الحسن انهم من خلال السحر الاسود بيقدروا يتجسدوا وسطنا على هيئة بشر. اما بالنسبة للغز رجوع المداح من الموت للحياة تاني، ففي خلال مواجهة المداح لقزح في الجزء اللي فات كان في طرف ثالث في المعادلة وهو الملك الاحمر، واللي خرج من اخر بوابة شيطانية وللاسف اصاب المداح، واللي وقتها دخل المداح في غيبوبة. ولكن لما فاق وروحه سابت البرزخ او البعد اللي هو كان فيه ده، اهل السر راحوا وفتحوا القبر وساعدوه في انه يخرج. للاسف زي ما قوة المداح خير ليه فهي ايضا شر عليه، لان من خلال دم المداح اللي جه على السيف قدروا انهم يفتحوا اكتر من بوابة لابناء او بنات الشيطان. العرافة اللي خلال السنين اللي فاتت دي صدعتنا بتنبؤاتها. المسلسل كمان بقوة اسقط على اللي زيها وعليها اذا ما كانش هي يعني، واللي قال انها واحده من جنوده ومش مجرد واحده بتهبد والسلام، وان الكلام اللي كانت بتقوله اهداف ومخططات لحاجات معينه. وبيثبت لك اكتر ان الدجال له فريقين، الفريق الاول بقدرات محدوده بدليل ان ست الحسن والملك الاحمر كانوا فاكرين ان المداح مات، وان العرافه دي طلعت في تنبؤاتها في البرنامج وقالت انه هيرجع تاني، وان ده شيء خارق للطبيعه علشان يخافوا منه لما يرجع تاني. مع ان الحقيقه ان الراجل كان في غيبوبه ما كانش مات. في نهايه الحلقه الاولى المداح راح لقنا، وده علشان ينقذ حمزه من انه يقدم الاف او مئات الناس قرابين لانه كان هيولع في الفرح. وبعد رفض حمزه اكتر من مره الا ان ست الحزن قدرت تلعب له في دماغه وتخليه ينفذ اللي هي عايزاه، علشان ما حدش يستغرب انه حد فجاه طلع وخلص على عيلته بالكامل. انتهت بقوه هي دخول قرين صابر المداح على اهل صابر المداح. ايه ده يا عم محمود، هو مش صابر المداح اللي دخل البيت على والدته؟ قرينه الشر هو اللي دخل على والدته. والدليل انهم لما طلعوا المداح من القبر قال لهم اروح اطمن اهلي، قالوا له مش دلوقتي. فازاي صابر الانسان في هنا وفجأة بقى موجود وراح بيتهم؟ من الواضح ان الجزء ده هيكون قوي جدا، على الرغم من عدم اقتناعي التام بدور خالد الصاوي وبدور غادة عادل، الا ان ما نقدرش نحكم على المسلسل من اول حلقة. لسه بقى هنشوف اللي جاي. بس كده.